السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا عملنا لكم فيديو احنا كده في عز الظهر تقريبا، لسه الظهر هيأذن اصلا. تمام، فالشمس حر واليوم الجو بقاله يومين حر يعني وكده، دخول الصيف كده. فدلوقتي ايه؟ النهارده ان شاء الله هنأكل الحمام بمية دلوقتي بس عشان نزود لهم مية، عشان اكيد الحر ده هيعوزوا مية يعني. تمام، وهنفطموا الزغالين بتاعتنا النهارده ان شاء الله، هنفطمهم كلهم في عين واحده. تمام، وهنوريكم هنعملوا ايه معاهم يعني. تمام، تعالوا بس كده ناخد الكاميرا عشان انا بولع في السفار شويه. عارفين انتوا لما يبقى في رمله صفرا في الهواء كده. طبعا بصوا يا رجاله، اولا انا عايز بس ارد على الكومنت اللي هو الفيديو اللي انا كنت عامله الاخير ده، قلت لكم في فرد حمام نزل عندي وكده، قال لي حرام تسأل الحمام. انا ما بسألش حمام حد والله، يعني الحمام لو نزل عندي في يعني مثلا اي غاوي كده بيبقى فيه حته حلوه، فاهمين؟ اللي هو في النش وكده، في فرد غريب نزل معاك في متعه كده وانت ايه بتحاول تمسكه، فاهمين؟ يعني محدش هيفهمها غير اللي مجرب يعني. في متعه تمسك الحاجه، انا عادي امسكها وبعدين اجي مطيرها عادي، زي الفيديوهات اللي انا كنت بمسك حمام بحط عندي 3 ايام ولا حد سأل عليه ما سألش، حد عايزه بيديهوله، محدش عايزه بجيب طايره تاني، فاهمين؟ انا بحاول اصور بعيد عن الشمس على قد ما اقدر. طبعا معلم زقزق اهو. طبعا مش عارف، انا ما حطيتش الميعاد بتاعهم، بس تعالى كده، تعالى نفتح عليهم، تعالى نفتح عليهم كلهم. النتاية دي حاسس امبارح اهي. تمام، تعالى نفتح عليهم. بس طبعا زول ما بيطلعش الا لما انا بطلعه عشان هو بارد. الفرد ده انا معاقبه، مش عارف افتح عليه ولا لا، بس ترى المفروض اعاقبه عشان هو بقاله ياما اصلا ما بيسمعش الكلام، فاهمين؟ اللي هو ايه، بيخش العين على مزاجه. طبعا الفرد ده برضه ايه فتحنا عليه اهو، بس هو لسه هينسى. يا رجاله الجو حر جابت استنى العلقة ايه، علقة الجاكيت ده مش هستحمل. ثانية يا رجاله، علقت ايه الترنج الجاكيت بتاعه فوق. طبعا هيطلع الحمام نزل اصلا بينهج، هي مش عايز تطلع ولا ايه؟ طبعا نفتح على دول، نفتح على دول اللي هما بيسيبوا في الارض عادي. تعالوا انا بسم الله ما شاء الله، في زغلول هنا فتح اللي هو بتاع القص طاقة السمر دول. خلاص طبعا الحمد لله عرفوا يزقوا، يعني عرفوا يزقوا. انا مستني بس ايه، زول المفروض يفتح يعني النهارده يا بكره كده. هما جم بصوا الحصاية. انا ما غلطتي ان انا ما كتبتش تاريخ، بس انا اللي انا فاكره يعني كان الفرق ما بينهم قليل، يعني بتاع يومين ولا 3، ولسه مفيش نطاقين ولا حاجة. اللي انا فاكره يومين ولا 3، وعندنا دول الاصل كمان محصي. تمام، وبرضه شفت امبارح واحدة غامقة غالبا هم كسروا حاجة. اوفن اهو، اهي بصوا دي غامقة ازاي، دي كده باظ. هي ما في، مش مطلعة ريحة، بس هي بص لو باينة معاكم غامقة، في اجزاء منها غامقة. ده هو فيها زغلول، بس الزغلول ما كملش، مات جوه. مش عارف الاصل ده دايما مطلع لي فرد واحد، عمرهم ما جابوه جابوا 2. بصوا لو باينة معاكم مزرق، الزغلول طالعة. فانا احطها برضو احتياطي، بس هنا متكسر. استنى كده، اهدي بس كده، انت عمال تودينا على الفاضي ايه. والتانية لا ده هما دشدشوها يا رجالة كده، اللي حصوتين باظوا كده، الحصوتين باظوا، دشدشوا الاتنين. بصوا قص فقر، لازم يعملوا حاجة، بيقعدوا يكسروا في الحاجة يا ماما، بيهبدوا ويخبطوا. بصوا هما المفروض يعني مش قريب يفتحوا، بعدهم لسه في ياما كده، حصتين باظوا، دخلهم هوا اصلا. بصوا حتى ما فيش. طبعا انا دلوقتي هشغل الكشاف دي لو فيها امل يعني، فهوريكم. بصوا النتاية باردة اصلا، بيحبوا يفركوا ياما، هم خرف كده. هو ده داخل اهو، انا حطيته، تعالى انتوا خرا اصلا
يعني كده ظهر اصلا. طبعا الدكر ده هيبدأ يزوب بقى ايه، خلاص عياله كبروا كده، فالنهارده هنقطفهم. لو تاخدوا بالكم لما كنت بفتح عليه ما كانش بيزوب، كان يروح يدور على اكل عشان ياكلهم يعني. خلاص طبعا الجو حر، هو دوبك الزغلول عمل فركتين بس حرر. وانا النتاية دي حصت امبارح. طبعا انا معايا ايه، قلم جاف هنا، قلم قصدي سبورة اهو نكتب بيه. امبارح كان كام؟ امبارح 26، يبقى يوم 26 هنكتب عليه بعد ما نقفل الفيديو يعني كده عشان مش عارف اكتب. تمام. تعالى احنا نجيب لهم شوية مية. انا عندي الطبق الصغير ده، استنى نجيبه ازازة. انا امبارح طلعت ببص يعني مثلا تحت الأرضية بيبقى أكل بادي وكده عندي. فبص لقيت 4 فرودة بردي كانوا قاعدين ياكلوا، أول ما شافوني طالع. طبعا بقى تعالوا ايه نطوف الزغاليل. طبعا احنا هنحطهم في العين تمام. العين دي كده هاتهم عندنا الزغلول دوت، بسم الله ما شاء الله. طبعا هوريلكوا على الأرضية اهو، بصوا ده كده يتقطع يعني. بصوا بقى دول هما اختلاف ما بينهم 3 أيام تقريبا. بص هنا الريش مش كامل، بصوا بس بياكلوا ويشربوا لوحديهم. لا خش اهو، بصوا خشكوا مش كده، بس هما بيخشوا تحت المية. نفس الوقت افتح عليهم شوية يعني، هما بيصدقوا عايزين يخشوا في حتة. تمام. طبعا هما دول كان في زغلول تاني اخو ده بس مات وانا قلتلكوا. طبعا ده هو ممكن يتنشي معاهم، انا دول عشان يبقى نفس السن يعني، بس ده هيبقى فاهم الكبير، ومثلا ممكن ايه يبقى الجرار بتاعهم، ف يعني نفسه قصدي يعني نفسه هيبقى اطول منه. تمام. فيعني مثلا هتلاقيه هو ايه، هما دول مكملوش مثلا 10 دقايق اول مرة ليهم، ده ممكن يطول شوية ربع ساعة حشرة كده. تمام. طبعا هتلاقيني فاتحهم شوية. الدخل طبعا ده يكسر هتقرا الحشرة كده، والنتاية دي المفروض برضو تحصل طالما الدخل بيجري وراها كده وبيزوف اللبلق ده. طبعا احنا في حاجات عندنا ناقصة برضو. عندنا الدخل ده ريحناه شوية. امبارح بدأ يزوف برضو اهو الحمد لله. تمام. وعندنا الدخل برضو ده كذلك، معندناش نتاية دي، وعندنا الطيرة دي معندناش دخل ليها، فلسه يعني ايه. وعندنا الدخل ده عايزين له نتاية برضو نفس النوع، بس انا دي دلوقتي يصبر بيها نفسه. لا ما تقوليش هنا وتعملوا نفس اللي حصل المرة اللي فاتت. لا انا بص انا هبعت خالص، خليني محترم، هبعت خالص انا عشان ما نكونش السبب. انا هضطر افتح عليك، اطلع يا اخويا. هيطلع يجري له شوية هو وابوه. طب بص انا شكلهم بالكلفة اساسا، انا هحط لهم كلفة يعني، بس هم مش مهتمين بالاكل، في اكل اصلا. يلا بينا. بص كانت هتنط ازاي، شفتوا دي؟ ده الحمد لله انا ما وقعتش. خش. الحمد لله انا ما وقعتش اهو، جبتهم هنا اخش ما وقعتش. اعتبر كده الحصتين اللي هنا باظوا. تمام. المعلمين دول فقر، يا اما بيطلعوا لي زغلول يا اما بيكسروهم الاتنين. يلا قدر الله ما شاء فعل. تمام. وعندنا 3 زغاليل اهم، يا رب ما يحصلش حاجه بعد الفيديو ده. مش عارف كل ما اصور يعني بس كل ما اصور فيديو على حاجه، يا اما اخلص الفيديو يا اما وانا بصور فيديو الاقي مصيبه حصل. يلا الحمد لله. تمام. طبعا افتح عليهم دلوقتي، عايزين نسيبهم كده شويه، دول برضه ياخدوا على الارضيه كده. الزغالين دي ده هم زي ما شايفين كده ايه، عايزين يخشوا على طول. تمام. والفرد انا شايفه متأقلم شويه، اللي هو اللي اكبر منهم شويه يعني، بالنسبه لدول هو اكبر منهم بتاع 3 ايام حاجه شبه كده. تمام. وده بيحد اهو، طبعا ده كلها تحديد مطرح الجير في الارضيه. تمام. نفس الوقت الكالسيوم يعني، بدل ما اقعد اكسر طوب وكده او اجيب تحديق فبيوفر يعني.
تمام. واحتمال كبير ناخده التيرة ديت. فين التيرة بتاعتك؟ ناخد التيرة اللي بتاعت الدكر دي، نريحها شوية ونديله التيرة دي. التيرة دي مشتغلش عندي الا مرتين، وكنت وانا مجوزة المرتين كانت مجوزة الدكر ده. خلفت منه 4 زغاليل استرالي. بس حصل مرة واحد الصيف اللي فات جاله جدري، والتاني عاش يعني عادي. تمام. بس كده كانت حلقتنا النهاردة. تقدر عمونا بلاك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. وغالبا لو دخل ده غالبا هيطلع دكر يعني، فاحتمال كبير ان يجوزوا التيرة دي. تمام. بس هياخد وقت يعني. هو بيبص على حاجة فضل بص على ايه. ماشي. بس كده يا رجالة، متنسوش نعملوا بلاك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.